مساء الفل. ارجع للفيديو اللي قبل الماتش. انت فاكرني جاي عشان يعني انت جاي تتفرج عليا فاكرني اقول جديد؟ مش هقول جديد. ما انا قلت لك قبل الماتش. انت النهارده لولا ان مصطفى شوبير متألق كنت ركبت 6 الا تلت. خلاص كده. قلت لك ايه؟ انا قلت لك ايه؟ غير عن التشكيل اللي انا قلته لك ولا اي حاجه ولا اي حاجه. ايه اللي غيره عن اللي انا قلته؟ ان بدل طاهر نزل بن شرقي بس كده. الباقي كله الرصه زي ما قلت لك يا راجل. ده التروب ده من كتر ما هو فاجر. عندك يوسف بالعمري وليد الركراكي واخده في منتخب المغرب الاول بدل ما يلعبه اساسي، او يا عم نزله بديل مكان كوكا. لا، بيلعب كريم فؤاد، لعيب اصلا بيلعب باليمين ملعبه في الشمال، فلا بيرفع عرضيه ولا بتاع. ومحنط بالعمري ليه؟ عشان زي ما قلت لكم الاعلام اللي بيفضل بيتكلم ده عادي ومفيش مشاكل وهي الفكره انسجام يا جماعه ومحدش يسمع. قلت لكم يا جماعه طلعوا من هنا دخلوا من هنا، ولا دخلوا من هنا طلعوا من هنا. قلت لكم الكلام ده من الاول. قلت لكم هو لا مقتنع بعمرو الجزار ولا بهادي رياض ولا بالعمري ولا بكالوشا اللي جالنا ده، ولا مش عارف كوروشا ولا مش عارف اسمه ايه المهاجم ده. هو لا كاموش ده مش مقتنع بولا واحد في الاربعه. هي صفقات جت اتفرضت عليه لان الاهلي ما عرفش يخلص في ولا صفقه من اللي هو كان عايزهم من الاول. قلت لكم هنفضل بقى ماشيين شد وجذب كده. طب هل المدرب ده اصلا يستحق ان انت تدعمه باي عنصر هو عايزه؟ لا خالص. وقلت لكم الكلام ده برضه في الفيديو اللي قبل الماتش. الراجل ده لا يستحق انه يدرب الاهلي لان انت جايبه مدرب من انديه منتصف جدول ومؤخره جدول وانديه درجه تانية الماني، جايبه يمسك النادي الاهلي. فده طبعا عيب اداره تتحاسب عليه. طبعا ريفيرو يتحاسب عليه الاداره. الزفت اللي جاي يدرب ياستروب ده الاداره اللي تتحاسب عليه. الصفقات اللي اتاخرنا فيها برضه اداره الاهلي تتحاسب عليها. اللعيبه اللي جت اللي ملهاش لازمه واللعيبه اللي هتيجي ملهاش لازمه واللعيبه اللي ماشت المفروض ما تمشيش، ما كل ده عيب الاداره. ما هو الملف الذي نجحت اداره الاهلي في اتمامه وتقفيله بشكل مظبوط اخر سنتين؟ ايه هو؟ من امتى بقى؟ اسمع، من امتى بقى؟ من تاني سنه كولر كان ماسك فيها الاهلي. كولر ماشي السنه اللي فاتت موسم ونص. كولر ده ما بيعملش حاجه. الموسم الثاني اللي خد دوري ابطال افريقيا فيه ده كان بسبب شوبير. هو كولر ده ما لعبش معاك غير اول موسم بس، وكان بادئ انه خسران من سان داونز 5-2 لما بيرسي ده وجاب الجونين في بريتوريا هناك. وعلى شرط كولر جاي على انه مدرب كبير، وكان جاي بيهاجم وفتح صدره وقام بالع من الريال وقام بالع من سان داونز. بعد كده اتعلم ازاي يمسك بقى كوره وتغير بقى من التشكيل بتاعه، بقيت شايف فيه اداء مدرب. تروب ده من يوم ما جه قال لك انا هرص. هو حسام حسن بس النسخه الدنماركي. بعدين دنمارك مين الدنمارك دي؟ مين دي؟ انت عمرك سمعت عن مدرب كبير دنماركي؟ مين الدنمارك دي؟ الدنمارك دي ما سمعناش عنها غير في التجربه الدنماركيه اللي انيوتو توداي بتاع نيكول سابا. ايه ده الدنمارك دي؟ ايه المدرب اللي انت جايبه ده؟ وانا قلت من اول ما الماتش يبدا انا هرص الاربعه قدامهم 2 6 دفاع وانزل وينجين بيدافعوا ومهاجم عشان يدافع ونص ملعب يدافع وكله يدافع، ويقول لك بقى انا استحوذ وهعمل الحاكتكس وماكتكس وفي اي كلام. هو راجل لا يفقه شيء في كرة القدم. ليه بقى؟ لان ده اسطورته كلها في منتصف ومؤخرة الجدول ودوري الالماني الدرجة الثانية. فده عبارة عن ايه بقى؟ انا هرص الحجرة وعلشان لما اللعيبة التانية تهاجم ابقى بروح الجرينتا والفانيلا الحمراء وكله يصد الهجمات اللي بتيجي. عرفت تطلع بتعادل، عرفت ضربت مرتده وطلع عندي لاعب متالق كده في الفرقه ولا حاجه جاب لي جون، كسبت
هو ده، هي دي مسيره يستروب، هو ده مسيره المدرب اللي انت جايبه. طب جايبه بناء على ايه؟ اقول لك انا بقى بناء على ايه. نفس هو النظام بتاع الزمالك في الصفقات. اسمع مني اسمع مني. جماهير الاهلي بتضغط. طيب جماهير الاهلي بتضغط عايزه ايه؟ مدرب. طيب شوف لهم مدرب اجنبي يبقى اسم مكلكع كده، شبه مارسيل كولر، بيتسو موسيماني، حاجات ريني فايلر، حاجات مانويل جوزيه، حاجات مكلكع. اسمين لازم يكون اسمين مكلكعين كده، اسم واسم ابوه مكلكع. تمام؟ جيبه واي حاجه. دور مفيش ولا واحد عايز يجي لك في نص الموسم. طب ما تسيبه. لا ازاي ابقى انا الاهلي صارف كل ده وما اعرفش اخد بطولات؟ طب ما عماد النحاس اهو جاب لك البطوله، ما تجدد له وخليه يلعب كاس العالم. لا ازاي؟ اديك ظلمته وظلمت معلول، وهفضل كل فيديو اقولها. معلول، عمرو السوليه، عماد النحاس، 3 تنفار اتظلموا، وده وانت بتجني فيه لغايه دلوقتي. ومصطفى شوبير الرابع اهو. انت 4 تنفار بتظلمهم. ده انا سمعت رقم، انت لو سمعته هتنهار. مصطفى شوبير ده بياخد 4 مليون ونص، 4 مليون ونص جنيه في السنه، واداره الاهلي لغايه النهارده ما جددتلوش. ورغم كده ابوه طالع في الاعلام يقول لك يا جماعه انا ده ابن النادي ومفيش اي مشكله، وانا واثق ان اداره الاهلي هتجدد له وهتظبط له الدنيا. ونشوف بقى مع نهايه الموسم لو مش محتاجين يمشوه، لو محتاجين يجددوا له ويقعدوه، لان نهايه الموسم ده هيبقى فاضل له سنه في عقده. شوف كل ده وما جددش، وانت راح تجيب زيزو بقى ب 100 مليون، ومش عارف مين ب 950 مليون و54,000 مليون، ومشاكل منين، ولعيب زي ده شايل لك الفرقه، والمفروض ان ده مستقبل الفرقه بتاعتك. لسه بتلعب علي الشناوي ومش مجدد له لسه. خليك مبلط في الخط وعمال تجيب لي كابتن محمد يوسف ومحمد رمضان ومش عارف ايه ونمبر وناس انت ما تعرفش مين دول. ما هي كانت ماشيه بسيد عبد الحفيظ، مشيته ليه من الاول؟ عشان انا عايز امشيه. هو كده انا عايز امشيه، فانا همشيه. اجيب لك بقى خالد بيبو، واجيب محمد رمضان، واجيب محمد يوسف، ومفيش ولا واحد فيهم نجح في اي حاجه. واحط دلوقتي سيد عبد الحفيظ في مركز هو ما لا يفقه فيه اي شيء، يروح يخلص صفقات. هو ماله؟ انت بتجرب فينا؟ يخلص صفقات، هو ماله؟ هو دي شغلته كوره، الراجل شغلته كوره، جايبه خلص صفقات. وسيد انت تمسك ملف الصفقات ايه ده؟ لا عندك مدير تعاقدات، ولا عندك حد يدير ملف الكوره، يجي مين ومين يمشي ومين يعمل وباسعار عامله ازاي، وهل ده يستحق ده ولا ما عندكش اي حاجه. انت عندك شويه عواجيز قاعدين في لجنه التخطيط وقاعدين في الاداره لا يفقهوا شيء في اي شيء عن الكره الحديثه، فبالتالي كره القدم تقدم بشيء من العبث. يعني انا هحافظ على لساني، هو ده الحاجه الوحيده اللي بتدار بيها اداره، اللي بيدار بيها الاهلي بقاله بالظبط 2 سنين. ده 3 مواد، ده الموسم الثالث يعني بكم هائل من العبث. هيجي بقى واحد يقول لي ما بيبني لك استاد ما مش عارف ايه. انا مالي؟ انت ليه بتدخل الدنيا في بعضها؟ ليه بتدخل الاستاد والفروع في فرقه الكوره دلوقتي؟ انا بتكلم في حاجه معينه انت اللي بوظتها بايدك. يعني انت لو كنت حافظت على القوام بتاعك وجددت له ما كانش حصل كل ده. لو كنت سبت كل واحد بيشتغل كاداري في مكانه ما كانش حصل كل ده. لو كنت بعدت عن السماسره بتاع اللعيبه اللي شبه ما اسمه ايه القندوسي يتكلم والكلام ده كله والدنيا دي ظبطت، ما كانش طلع الاشاعات والقرف ده. هو من امتى عمرك سمعت على اللاعب طلع يتكلم ولا على الاهلي حاجه زي كده؟ اشمعنى المره دي؟
وهو ياما طلع معاك خلافات مع لعيبه، ولا ياما كان لعيبه طلعت مش عايزاك، ولا الكلام ده كله. عمر في لاعب اتكلم اشمعنى القندوسي اتكلم؟ فبالتالي انت اللي بوظت الاداره بالكامل بايدك. وهنا انا مش بتكلم او بوجه الكلام لحد معين في الاداره، لان اداره الاهلي انا عارف انها مش ماشيه سلطه، هي ماشيه بالمشاوره. يعني كلهم كده قدامي مسؤولين، من اول من اكبر راس في اداره الاهلي لاقل واحد مسؤول في اداره الاهلي، كلهم بالنسبه لي مذنبين وغلطانين ويتحملوا المسؤوليه بالكامل. مسؤوليه اللي انت بتتفرج عليه ده بالكامل كله. انا ما عنديش اي ولا ادنى شك ان كل اللي انت فيه ده لا سببه مدرب ولا لاعب، كل اللي انت فيه ده سببه الاداره فقط لا غير. اداره اللي رفضت تجدد لمعلول، الاداره اللي رفضت تجدد للسوليه، الاداره اللي رفضت تجدد لوسام ابو علي اللي كان طالب 2 مليون ولبسوه معانا وقال لهم 2 مليون واجدد، ما عملوش كده. محمد عبد المنعم انا ما اتكلمتش عنه لان محمد عبد المنعم ذات نفسه هو كان عايز يحترف، فخلاص دي قصه تانية. اما وسام طلب 2 مليون وقعد. وفكك بقى من قصه ان يقول لك وسام راح مش عارف اللي هو اللعيبه في اوضه اللبس وقال لهم انتوا حققتوا كل حاجه، قاعدين لسه تعملوا ايه؟ ده اي كلام بيطلع علشان انت تفور على اللاعب وتقول وتزق مع الاداره انه يمشي عشان المبلغ اللي جاي من ورا منه. فما تبقاش عبيط وتجري ورا الكلام اللهبل اللي بيتقال ده. مفيش حاجه اسمها كده. بالعقل يا اسطى، بالعقل خلينا نتكلم بالعقل. لعيب شهره موجود، فلوس موجوده، اعلانات موجوده، مرتب قد كده موجود، استقرار فني واداري موجود، وكل حاجه موجوده. بقبض في ميعادي، بسافر واروح اللي انا عايزه في الصيف، وارجع في الشتاء العب كورتي عادي، وابقى من اساطير النادي ده، وابقى من اشهر لعيبه العالم طول ما انا اسطوره في النادي ده. ايه بقى اللي هيخليني امشي؟ بالعقل والمنطق، الا لو انا عمال يتنغس فيا من تحت لتحت. وارجع لموسيماني قال لك ايه قبل كده؟ قال لك انا مشيت ليه؟ عشان الجمهور كان يهاجمني والاداره المفروض تبقى بتدعمني وفي ظهري، ما كانتش بتعمل كده. فالراجل هو اللي قرر يمشي عشان خلاص زهق. وطلع كذا مره قال لكم انا معيش لعيبه، لما يبقى معايا ميسي وكريستيانو ابقى تكلمني، لكن انا بقى بلعب بلعيبته دي وكلنا قعدنا نهاجمه ساعتها. اتفرج دلوقتي ولا يوم من ايام موسيماني. راجل فعلا، ده راجل كان قفشه في البرايم بتاعه معايا يا راجل. انت بتتكلم في ايه؟ كل اللي انت فيه ده عيب اداره الاهلي. هرجع اقولها: تجديد علي معلول، تجديد السوليه، تجديد الثقه في عماد النحاس، رحيل سيد عبد الحفيظ، قبل كل الكلام ده. كل الكلام ده تخطيط. مفيش تخطيط. المدرب اللي قدامنا بنشاور كله واللي يوافق نجيبه، وطبعا اللي بيوافق هو الكسر، لان مش هيلاقي حاجه زي كده تاني. ريفيرو مشي من عندك، سمعت له ان هو مسك تدريب نادي ولا حاجه؟ ولا سمعت ان هو عمل اي حاجه مفيده؟ خليك ورا النادي، خليكوا كده ورا النادي، افضلوا ورا منه عشان تبقى انتوا الروس الكبيره وكل اللي تحت منكم بالجزمه. خلينا كده، خلينا ماشيين كده. الاهلي طول عمره ليه نظام، مفيش كبير في الاهلي، كله بنظام. اللي شغال كويس بيكمل، اللي شغال وحش بيمشي. اتعكست بقى الموضوع، اللي شغال وحش بيكمل، واللي مش شغال خالص بيكمل، واللي بيشتغل كويس وبيجتهد عشان الفانيلا اللي لابسها دي بيمشي. شكرا لإدارة الأهلي، شكرا لكل واحد كان مسؤول على وطبعا انا بعتذر على كلمة الجزمة اللي انا قلتها دي.
هي كانت مقصوده على اللي تحت منه دي اللي هي يعني ايه، يعني مش عارف كانت مقصوده على ايه، بس المهم يعني انا بعتذر على الكلمه دي، لان يعني برضه انا ما بحبش ايا كان حتى لو شتيمه صغيره قد كده تتقال، لان ده مش يعني احنا بنتكلم مهنيا، فما ينفعش ان احنا نقول حاجه زي كده، فبعتذر طبعا على الكلمه دي. لكن ما دون ذلك فانا لا اعتذر عنه تماما، لان اللي انا بقولته ده كله هو اللي انا عارف انا بقوله ايه، انا عارف انا بقول ايه كويس، وانا مقتنع بكل كلام انا قلته، لان واتكلمت في الكلام ده قبل كده مليون مره ومقتنع بيه، ولا زلت مقتنع بيه وهفضل اقتنع بيه طول ما اداره الاهلي ما بتخليش كل واحد في مكانه وفي مطرحه، والشغل اللي يشتغلوه هو شغل لفرقه الكوره في النادي الاهلي، ويفتكروا حاجه واحده بس، ان النادي الاهلي ده الناس شجعته عشان فرقه الكوره، مش عشان اي حاجه تانية حوالينها ونسرياتها واستقرار في فرقه الكوره. نتمنى الاصلح، وانا واثق في انا واثق في واحد بس بعينه في اداره الاهلي، هو كابتن محمود الخطيب. هو ده الوحيد اللي انا واثق فيه، واثق انه مستحيل يكون ليه يد في اللي بيحصل في الاهلي ده. مستحيل يكون كابتن الخطيب ليه يد في اللي بيحصل ده. ممكن كابتن الخطيب يكون بيدي الشغل لحد تاني، الحد التاني ده بيبهدل الدنيا، ممكن، انا ما اعرفش، بس اللي انا عارفه ان كابتن محمود الخطيب مستحيل يكون راضي على اللي بيحصل ده. ده رقم واحد. تاني حاجه، انا متاكد ان كابتن محمود الخطيب مستحيل يكون هو اللي واخد القرارات دي. ممكن كابتن محمود الخطيب ما يبقاش عايز يصغر مثلا الاداري اللي خد القرار ده، فبيصدق له عليه او بيوافق له عليه. وممكن الكابتن محمود الخطيب يكون واثق في اداري معين ان هو عارف يدير الحاجه اللي هو عطاها له، ولكن للاسف الشخص اللي كابتن محمود الخطيب عطاه له الشغل ده ما قدمش افضل حاجه مثلا. بصوا انا جايب حسن النيه لغايه فين. اتمنى بقى ان كل اللي احنا فيه ده يتعدل. عامه قولوا لي رايكم في التعليقات، هل انا مأفور في الموضوع؟ هل انا غلطان؟ انا مش عارف. هل انا مثلا اللي انا قلته ده كله غلط، وان دي مثلا نظرة مشجع محروق على النادي الاهلي مش اكتر؟ مش عارف. وعامة بعتذر لو في حد زعلان مني من الفيديو، بس انا قلت اللي جوايا. وشوفوا يعني انتوا قولوا لي رايكم، هل انا غلطان او انا صح؟ انا مش عارف. السلام عليكم.